هذه القصيدة مقدمة من الأخ بشير علي غالب المعافى من أبناء محافظة حجة مديرية نجرة قرية قدم، بعد وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى علي غالب المعافى رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. كتب كلماتها الشاعر النشمي أبو شياخ الحزيف، أداء الشاعر والمنشد سعد أبو هادي. باك بديت القول يا ربي وحسبي ثم شكري والثناء والصلاة تغشى إمام الطهر طبي خير من جبل هدى أحمد المختار محمود الخصالي. بك بديت القول يا ربي وحسبي ثم شكري والثناء والصلاة تغشى إمام الطهر طبي خير من جبل هدى أحمد المختار محمود الخصالي. بك بديت القول يا ربي وحسبي ثم شكري والثناء والصلاة تغشى إمام الطهر طبي خير من جبل هدى أحمد المختار محمود الخصالي. بعدها قال الفتى المغلوب أمره يا دنيا الفنا قد بشير اليوم من غبنه وقهر الصاحب على مستوى حني ما حنت أصوات الأوالي ما تحنت طائرات الميج وقوى من طاولات المدى حني حنت قلب من المعافى من جار العنا قبل قلب من فقد إنسان غالي. حنتك يا قلب من هالحيد يسوى والشوامخ بالثرى والقمر والنجم والأفلاك تهوى والكواكب والفضاء يندثر والكون واركان الجبال والعيال اليوم بالخدين تذرف دمعها الغالي هما والجوارح والحشا والقلب ينزف من شرايينه دماء والألم والحزن هد اليوم حالي والألم يشعل براكينه بقلبي والحشا منه اكتوى والألم داخل فؤادي وربي زاد من جور الأسى. بعد موتك يا أبي ما نابس علي لجل هذا يا حروف الشعر هلي خطي أبيات الرثا واكتبي شعر التعازي واستهلي منطقي بس وانا باهت حيلي واحرق الدنيا قبالي. بعد ما جالي خبر عبر التواصل كنت على المقصود انا شفت صورة والدي لله راحل صحت يا رب السماء رحمتك والعفو يا عالم بحالي. لكن اللي زاد من قهري وقبلي والفؤاد منه اكتوى واحرق اعصابي واشعل نار حزني خالي اللي في الخلا سابني وحدي وما هو بمبالي. ما نفعني يوم قلت الآن عاجل قبل يدفن بالثرى شلاني للعاصمة يا خالي عادل واستلم كاش الكرى كان رد مثل طعنات النصالي. يومها فاق الفضا والكون حولي وظلام انوار الدجى واختفى صوتي وانا المسموع قولي صرت من حار القوى فاقد احساسي ومتقطع وصالي والمشاعر قايبه والحس قايب في خيالات المدى. هل انا في حلم او في علم صايب من جار النبات هات افكاري مع برد الليالي في خيال الفكر متوجس ويسارح وين داري ويلنا في الحدود الجسم متوجس
وشجع وطارح بس روحي في السماء العاصمة الصنعاء مع فكري وبالي فاجعة هزت كياني في ثواني واشتعل جمر العنا موت بأبكى عيوني والنياني والدمع سالت دماء فوق خدي واشغلت فكري وبالي واعتلت غيم الأسى فوق المباني وانتهى عمر الهنا بعد موت الوالد الشهم اليماني خيمت أحزاننا في وفاة الهام ذيك الحيد عالي أسألك يا ربنا بالاسم الأعظم يا مجاوب للدعاء ترحم الوالد وتغفر له وترحم تسكنه دار العلا واجمعه بالمصطفى يا ذو الجلال فصل كامل ذا خرج والآن مثله بالرافع المستوى كل واحد في الحياة يعمل بأصله مثل ما الدواء الدواء وكل عد ينفح بشم يا رجالي والوفا مش من طباع الناس كامل ولا أوادم مش سوا قيس له موقف وفا والخال عادل سبني وسط الخلا والكرامة فعل من عز مالك عاب فيلي وقتها خالي وجاري وسرتي بين الملا كل واحد منهم جاب اعتذاري كان ما فيهم وفا قدر فيلي واذا رد اتصالي ما سوى ذاك البطل قيس المعافى خالي اللي ما نسى وام عبده ألف ونعم كان توفى من لحى بعض القوى قدموا لك للعزا من كل غالي أشهد إنه قيس خال البهلوان شيخ معروف بالوفا ذي له التقدير في سود الليان رتبة الوفا قيس أنا أشكر سموه والمعالي في ختام القول كلمة شكر موصل في نهاري والمساء للذي قدم معانا جمله مدبول والوفا لا للوفا عندنا مرجوع له كالجبال والصلاة تغشى محمد نسل عدل ذي أتانا بالهدى والله والصحب واتباعه بإحسان